بعد ما خلص مولد سيدي ماكرون اللي زار فيه مصر وعمل يعني انبهار للعالم بزيارته لأرقى أقدم أقصد أحياء القاهرة. والمولد لما انفض الحمد لله. وبعد ما خلص كمان مولد انسحاب الأهلي من ماتش الزمالك، والناس راحت تعيد، وابتدت بعد كده الموجة الجديدة لزيادة الأسعار. يعني حاجة جميلة جدا. هوب البنزين زاد 2 جنيه للتر، السولار زاد، الأنبوبة زادت 50 جنيه دفعة واحدة. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني زيادات متكررة للمرة مش عارف الكام. أنا بس كل اللي عايز أعرفه يعني هو إيه اللي بيحصل فينا ده، ولغاية إمتى الكلام ده؟ زيادات زيادات زيادات، في حين إن البنزين بيرخص وكل دول العالم بيغلى عندنا في مصر. سعر الدولار قاعد يعلى، فاحنا طبعا دولة مستوردة فالأسعار بيزيد أكتر. وبعد ده كله بنلوم على التجار. وروح يا جدع بلغ عن بتاع الميكروباص اللي زود السعر ولعب، وامسكوا بلغوا عن أي حد يلعب في الأسعار. طب ما هي الحكومة اللي تلعب في الأسعار، وهي اللي بتغليها علينا، وهي اللي مررت عيشتنا. يا جماعة في سنة 77 السادات وحكومته عملوا زيادة في الأسعار. كان أفتكر كان أيام التعريفة لما خلى الرغيف بقرش، يعني زود الرغيف. الناس ما عجبهاش واعترضت، بس كانت طريقة اعتراضها فظيعة. تراجع السادات وجا حسني مبارك بعديه، قعد 30 سنة مرعوب من أي زيادات. ولما كان بيزود ربع جنيه، 10 سعر. يعني كانت زيادات يعني مش موجعة قوي يعني. النهارده مزود ال50 جنيه في سعر الأنبوبة مثلا. مفيش راجل رشيد يفكر في الناس. الناس النهارده البيوت مولعة من جواها، الشعب مهزوز هزة جامدة جدا جدا. مشاكل في البيوت، طبعا مش كل البيوت، اكيد طبعا في بيوت مستفيده من اللي بيحصل. لكن انا بتكلم ليه العذاب اللي انتوا بتعذبون المصريين ده؟ ايه المستفيد منه يعني الموجودين او القائمين على الحكم في ان هم زيادات متتاليه ومفيش اي حاجه بتقول؟ هيقول لك هنزود المرتبات في شهر 7. مرتبات ايه اللي هتزودها في شهر 7؟ حتى لو زودت المرتبات والمعاشات والقصة دي، ما خلاص الأسعار راحت في حتة تانية، هتزود قد إيه يعني؟ أنت لما تعمل لي زيادات بتوصل لأكتر من 100%. رسوم هنا وبنزين هنا والدنيا قاعدة، هتزود قد إيه يعني؟ هم أنت لما بتزود 100%